السلام عليكم حبايبي وأصدقاء قناة بسمة ستوريز حكايتي بصوتي. كنرحب بكم كاملين وكنشكركم على الثقة ديالكم والمتابعة ديالكم الدائمة. في هذا الفيديو ما غاديش نهضروا غير على قصة عادية، ولكن غادي نرجعوا بالزمن لواحد المكان اللي كان في نهار من الأيام قلب نابض بالتاريخ ومفتاح للغنى وبوابة كتربط الصحراء بالعالم. قصة مدينة كانت كتحكم في الذهب، وكان سميتها كتذكر في القوافل وفي الأسواق وحتى في قصور الملوك. مدينة سجل ماسة. خليو قلوبكم معايا وخليو التاريخ يهضر، وحكايتي اليوم كيبقى دايما بصوتي. اليوم غادي نهضروا على مدينة تزادت في مكان قاسي ولكن حكمت العالم بالدهاء والتجارة. مدينة ما كان عندها لا بحر لا جيش، ولكن كان عندها شي حاجة أقوى من السلاح اللي هو الذهب. ولادت مدينة من العدم في القرن الثامن الميلادي، في وقت كان فيه الصراع السياسي والديني عامر. مجموعة من الأمازيغ قرروا يهربوا من الفتن ويبنيو مدينة ديالهم بوحدهم. اختاروا منطقة تفيلات قريبة من واد زيز فين كيتلاقاو القوافل الصحراوية. سجل ماسة تزادت بلا أسوار في الأول، ولكن بسرعة ولات مدينة فيها النظام، عندها شوارع أسواق ومساجد وجامع. باش نفهموا قوة سجل ماسة خاصنا نهضروا على طريق الذهب الصحراوي. الذهب كان كيتجاب من غانا ومالي وتومبوكتو. القوافل كدوز شهور في الصحراء وما كتلقاش الأمان والاستقرار إلا ملي توصل لسجل ماسة. هنا الذهب كيتوزن وكيتخزن، كيتباع وكيتفرض عليه الضريبة. يعني سجل ماسة كانت الخزنة ديال إفريقيا. سجل ماسة ما كانتش مدينة مغلوقة، كانت كتستقبل تجار من الأندلس ومن إفريقيا، فقهاء وعلماء، رحالة وكتاب، وكان فيها عملة ذهبية وقصور فخمة، حدائق مسقية وسط الصحراء، وحتى حمامات عامة. المدينة كانت عايشة وفيها النبض ومتقدمة. الصراع اللي كان على سجل ماسة اللي كاين فيها الذهب، الدول اللي حكمت المغرب كلها بغات سجل ماسة. الأدارسة ومنها المرابطين الموحدين والمارينيين، خصوصا المرابطين اللي فهموا أن السيطرة على سجل ماسة هي المفتاح باش يبنيو دولة قوية. من بعد الدخول ديالهم تنظم طريق التجارة وتقوى الاقتصاد وتوسعت الدولة. ولكن حتى المدن العظيمة كطيح. سجل ماسة تضررات من حروب داخلية، تمردات وتغير طريق ديال التجارة وضعف الأمان فيها وحتى الجفاف. ومني ولات التجارة البحرية أقوى، القوافل نقصات والذهب مشى في طريق آخر. المدينة بدات كتفرغ حتى سكتات. سجل ماسة ما ماتتش دفعة واحدة، ناسها هاجروا، الأسواق تسدات، المنازل تهدمات والتراب غطى كل شيء. دابا ما بقى غير آثار اللي كتسول فين مشات مدينة الذهب. مدينة سجل ماسة ما كانش غير حجر وطين، كانت فكرة وكانت مركز عالم كامل. تاريخ كيعلمنا أن القوة ماشي في السلاح، ولكن في الفهم وفي اختيار المكان وفي التحكم في الاقتصاد. وهكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. حكايات مدينة عظيمة ومن بعد اختفت في الصمت، ولكن ما تنساتش. مدينة سجل ماسة كتفكرنا باللي التاريخ ماشي غير ماضي، ولكن عبرة ورسالة، وأن أعظم الحضارات إذا ما تحكاتش كتضيع. إلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموا القناة بلايك وتشتركوا في قناة بسمة ستوريز حكايتي بصوتي باش نوصلوا لكم دائما بحكايات جديدة صادقة ومن قلب التاريخ. كانت معكم بسمة، وهذه كانت حكايتي بصوتي. نشوفكم فيديو جاي. السلام عليكم.